عندنا كله في مصر ما فيش فيه نفس الميزه دي، وحتى ممكن تجيب من بره كمان ما يكونش فيه الميزه دي، الا اذا انت كنت متاكد ان هو ابن ولاد الحمام بختم الشركه الفرنسيه، هو ده الوحيد اللي فيه الجينات اللي هي بتاعت عضله الصدر البارزه. كل يوم بنلاقي منشور على الفيسبوك بيقول ان عنده حمام استيراد او حد عايز يشتري حمام استيراد. ايه الموضوع؟ هل الناس دي عندها فعلا حمام استيراد؟ او اللي بيشتري عارف يعني ايه حمام استيراد؟ عارف سعر حمام الاستيراد؟ او شكل حمامة الاستيراد عشان ما يضحكش عليه؟ في الفيديو ده هعرفكم كل حاجة بحيث ان انت لما تيجي تشتري تبقى عارف انت بتشتري ايه، سواء هتشتري او لقيت منشور، او عشان ما تقولش انك عندك حمام الاستيراد وانت مش عندك حمام الاستيراد، او ان انت ما انتش عارف يعني ايه حمام استيراد. طبعا كلامنا عن الحمام اللحم الفرنسي اللي هو بختم الشركة الفرنسية، هو ده اللي بيتقال عليه حمام الفرنسي البيور الاستيراد. غير كده محدش يقول كله حمام استيراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم، وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. اولا في الفيديو ده طبعا حضراتكم فاكرين اللي حصل عندي في الفترة اللي فاتت، الامراض الفيروسية اللي حصلت الحمد لله عدت. حبيت ابشركم النهاردة بحاجة. طبعا كلامنا كله عن الحمام الاستيراد، هنمسك حمامة في ايدينا كده برضو عشان نتكلم عملي. طبعا بنتكلم هنا عن الحمام الاستيراد. ده الحمام الاستيراد يا جماعة، اللي مش هيعرف مش هيقدر يفرقها. هتفرقها بايه؟ انت راجل عايز تشتري او عايز تبيع حمام الاستيراد لازم يكون فيه الختم يا جماعة، الختم اللي تحت الجناح ده حمام الاستيراد اللي هو بختم الشركة الفرنسية. تمام اهو الختم الاخضر ده، احنا مش عايزين نظهره قوي عشان برضو ايه الناس اللي ممكن تاخد لقطة من الفيديو ويقول لك انا عندي حمام الاستيراد. اهو بنفسي طالع لكم بنفسي كده، اللي يقول لك عنده حمام الاستيراد لازم يطلع بنفسه وماسك الختم بالشكل ده تحت الجناح، مش العلامة اهو كده بالشكل ده. تمام اهو ده الختم، شكل الختم. ناحية عليها اسم الشركة، جهة عليها اسم الشركة وجهة تانية عليها رقم الحمامة اللي الشركة عاملاه. تمام ده اللي هو الحمام الجدود. تمام كده. ده عشان طبعا ناس كتير هيقولوا انت جبت منين؟ الشحن لسه ما فتحش، الشحن لسه هيفتح بداية ان شاء الله من يوم 2/6. الشحن من الكويت، الحمام ده بنجيبه من الكويت، ما بنعرفش نجيبه من فرنسا لكن هم اخواتنا في الكويت بيجيبوه. الشحن هيفتح ان شاء الله من يوم 2/6 لغاية شهر 9. يوقف امتى الله اعلم، في كام شهر 9 مش عارفين بالظبط. انا تواصلت مع الاخ ابو مشعل اللي هو بيشحن الحمام لمصر، كان شحن لي قبل كده الحمام التكسن وقال لي ان سعر فرد الحمام الواحد شحن 1200 جنيه السنه دي. طبعا كان 1500 قبل كده، وساعات بيعمل عروض بيكون بنص الثمن وكده، لكن هو المره دي قال لي ان سعر اي غير الواحد 1200 جنيه شحن. ده غير سعر الحمام انت بتشتريه وبعد كده تتواصل مع بتاع الشحن. الحمام ده اللي كان جايبه وشاريه من الكويت اخويا المهندس محمد حسني، صديق واخ حبيب، لكن هو علشان ما عندوش وقت، وقته كله ما بين وظيفته وما بين مزارع الدواجن، اللي هو بيتابع مزارع دواجن كتير فما عندوش وقت. تمام فهو فضل ان هو يعطيني الحمام ده. تمام طبعا الحمام ده كان جاي اخونا احمد بركات في الكويت، اخ طبعا عزيز، هو اللي كان شاري الحمام ده ودفع ثمنه واتشحن عن طريق الاخ عادل. الحمام ده كان بتاع عادل، طبعا عرضنا له فيديو في القناه قبل كده في الكويت، وهو شحن لنا الحمام ده عن طريق ابو مشعل، وصل لاخونا محمد حسني وزي ما قلت لك الظروف بتاعته. طيب تعال نشوف فيديو لاخونا عادل الكويتي وهو بيجهز الحمام ده قبل ما يشحنه لمصر. ده الزوج الثاني خاص بالاستاذ احمد بركات بختم الشركه ان شاء الله. على ختم الشركه بالظبط كده، وان شاء الله هنلبسه الحجل دلوقتي رقم 72. بسم الله. على البركه ان شاء الله. النتايه ان شاء الله.
حظنا بيضة الناتية، وهذه البيضة الثانية موجودة بعد ان شاء الله. هذا ختم الشركة. ختم الشركة ان شاء الله. الله يبارك لك يعني. بنتاية الزوج الثاني. هي لابسة دبلة رقم 26 دبلة موف. خلاص. الفيديو التاني ده بعد الحمام ما وصل لشركة الشحن. بفضل الله يا أخ أحمد وصلت عند أخونا أبو مشعل، والثمان طيور الخاصين بتوعك موجودين أهم. تمام. إن شاء الله أول ما يوصلوا بالسلامة بإذن الله على مصر. إن شاء الله. ربنا يبارك لك إن شاء الله. طيب بعد ما شفنا الفيديوهين اللي فاتوا دول، طبعا كده احنا وثقنا عملية الشراء من الكويت، والناس عرفت الطريقة الدنيا ماشية ازاي. طبعا احنا مش بنقول لحد انك لازم تشتري من الكويت، احنا بنقول الكلام ده عشان الناس تعرف ازاي بنشتري الحمام، بيجي منين وبيجي ازاي الحمام اللي هو بختم الشركه الفرنسيه. لكن طبعا اللي يقدر يجيب، لكن لان الحمام ده اصلا باسعار غاليه جدا جدا، غير اللي مش فاهم ويدخل واحد يقول لك انا عندي حمام استيراد وابيع لك الجوز ب 500 جنيه والكلام ده، اكيد ده حد مش فاهم ومش عارف يعني ايه حمام استيراد. تعالى بقى اعرفك ازاي تشتري من حد في مصر حمام لاحم استيراد وما يتنصبش عليك. يعني هو حتى لو هو صور لك الحمامه في ايده زي ما انا صورتها لك كده، وفي ايده الحمامه بالختم وقال لك ان انا عندي حمام الاستيراد، ايه اللي هيضمنك ان هو هيعطيك فعلا من ولاد الحمام الاستيراد ده او من ولاد ولاده او هكذا؟ هنتكلم في موضوع الاجيال ده بس بعد شويه. ايه اللي ضمنك وهتعرفه ازاي؟ انا هوريك دلوقتي زغلول من الانتاج، زغلول جيل اول. هتعرف تفرق من هنا. ده الزغلول بتاع الحمام ختم الشركة الفرنسية، الحمام ذات نفسه. تمام. بص كده، شايف الميزة دي؟ العظمة مش باينة هنا خالص، العظمة مختفية. تمام اهو. تمام. شوف حجم الصدر جاي منين لفين، لهنا للاخر كده اهو. لسه ايدي ما جابتش بقية الصدر اهو. ده صدر الحمامة كده، ده صدر الزغلول، ما الزغلول لسه صغير اهو. ده الزغلول ولاد الحمام اللحم الاستيراد مباشرة. تمام. ده اللي بنقول عليه جيل اول. ليه؟ ان هو ولاد الحمام اللاحم اللي بالختم ذات نفسه، ده اللي يتقال عليه جيل اول. طب هقول لك بقى جيل تاني يعني ايه؟ جيل تاني يعني اما الحمام ده، اما الزغلول ده يشتغل، ولاده هتبقى اسمها جيل تاني. تمام. وهكذا تفضل اجيال ورا اجيال. طبعا كل ما تقرب من الجيل الاول يكون كويس. بس انا عايز اقول لك على حاجه برضو، لو انت خدت جيل عاشر كويس جدا 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 وهتوفر كتير قوي قوي قوي، احسن ما تجيب من بره. تكاليف عاليه جدا بره جدا جدا عشان تجيب لمصر. كفايه ان انا بقول لك ان كان سعر الشحن بس 3000، بقى 2400 السنه دي. تمام. حلو قوي. لكن سعر نفسه، عارف لو اعطاك جوز بدون ختم من الانتاج، يعني جيل اول بس كده على وش شغل او شغال، هيقول لك 50 دينار سعر الجوز. طب لو اعطاك شغال، لو انت طلبت من اللي هو بالختم. السنه اللي فاتت لما انا سالت حد من هناك اللي كان بيبيع، قال لي ان سعر الجوز 120 دينار. احسبها انت بقى الدينار بكام دلوقتي، او حسب الوقت اللي انت بتشوف في الفيديو. اما اقول لك 120 دينار، ده غير الشحن وغير ان انت لسه هتسافر القاهره تستلمه من هناك. 120 دينار وتدفع كمان مصاريف الشحن، ده للي هو بختم الشركه. اما للي هو الجيل الاول او جيل من ولاده من انتاجه، قال لك هيكون ب 50 دينار. والله اعلم هيحسبوا السنه دي بكام اللي هو الجيل الاول. هوريك برضو اللي هو بدبل الكويت يعني. ده اللي هو المفروض ان هو الجيل الاول اللي احنا بنقول عليه ايه؟ وارد الكويت. ده جيل اول. تمام. طبعا بدبل الكويت اهو. معلش برضو عشان ايه، اهو لابس الدبل بتاعت الكويت. دي دبل الكويت. تمام. ده بدبل مش بالختم. خلاص. ده بيجي من هناك ب 50 دينار كويتي، يعني الجوز من ده ب 50 دينار كويتي. هيعطيك نفس الانتاج تقريبا. خلاص.
لكن اللي بالختم حمامه موثوقه. خلاص انت بالختم بتاخد حمامه اكيد 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 ضامن ان هي جايه من فرنسا، لكن دي تتسمى انها جايه من الكويت. ده انتاج الكويت، يعني ده طالع عندهم في الكويت. زي ما انا اجيب مثلا اللي بالختم، زي ما انا اجيب مثلا الحمام اللي بالختم طلع عندي زغلول زي ده، طلع عندي زغلول زي ده، بسميه ان هو انتاجي، ما بسميهوش ان هو حمام الشركه الفرنسيه ده انتاجي. ابن او جيل اول من ولاد الحمام بختم الشركه الفرنسيه، لكن حسب الجيل ده مثلا نقول على الجيل الاول لبسه على دبلي، يعني لبسه ايه الدبله بتاعتي، خلاص يبقى هكذا. يعني ليه انا بقول لك اشتري زغاليل؟ لان الزغاليل هي اللي هتلاقي فيها ميزه عضله الصدر دي. الزغاليل هي اللي هتشوف فيها الجين ده. الجينات دي مش موجوده في الحمام بتاعنا المصري، الجينات دي موجوده في ولاد الحمام بختم الشركه الفرنسيه. الجين ده بس عندهم هم بس، مش موجود في حمامنا كله. وهوريك زغلول يمكن في العمر اكبر من ده وفي الحجم اكبر منه كمان، مش هتلاقي فيه العضله الصدر دي. واتحدى اي حد يقول لك في مصر ان هو عنده عضله الصدر المزدوجه ديت او اللي هي العظمه المختفيه. هتشوفها في، انا ربيت حمام لحم كتير، جبت من عند احسن ناس في مصر في البدايات، مفيش العظمه المختفيه دي في اي حمام. وحمام محترم، يعني حمام اللي عندي، اللحم اللي عندي واللي عندي ناس كتير كله حمام لحم محترم وبيدي اوزان محترمه، لكن مش هتلاقي عضله الصدر دي غير في الحمام ولاد الحمام بختم الشركه الفرنسيه بس فقط. مفيش في اي حمام تاني في ازدواج عضله الصدر. ده زغلول اهوت، حجم محترم من السلاله بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، وزن يوزن معاك تمام، حجم تمام، مش هتقدر تفرق ما بينه وبين التاني الا بالميزه اللي قلت لك عليها دي. يعني لو انت بتشتري من حد وقال لك ده حمام استيراد، بص للعظمه دي، شايف العظمه اهي واضحه ازاي؟ دي في كل الحمام بتاعنا بتاع مصر، تمام؟ كل الحمام في مصر في دي، مع اختلافات بسيطه. يعني ممكن تلاقيها مختفيه شويه، مش هتلاقيها مختفيه، هتلاقيها ايه، اللحم مليان شويه، ممكن تلاقي خاسس عندي كمان، تلاقي مسيف كمان، احنا بنقول عليه مسيف، لكن هو كده طبيعته كده، تمام؟ دي زغلول تقيل، ما اقولكش زغلول خفيف، زغلول تقيل ما شاء الله. على فكره انا لسه ما اكلتش الحمام، يعني لسه ايه طالع، قلت اصور الفيديو الاول. تقيل، لكن الميزه دي مش موجوده غير في حمام الشركه الفرنسيه بس. تمام كده. انا ليه وريت لك الزغلول ده ووريت لك الزغلول ده؟ عشان لما تيجي تشتري من حد زغاليل هو هيصور لك الاهالي، حتى لو هو عنده جوز بختم الشركه. ما فيش واحد يشتري لك جوز بختم الشركه ويبيع لك عليه، احنا بنخاف من النقطه دي، فدايما بنحذر الناس. ده اذا كان هم بياخدوا صور من الفيديوهات بتاعتنا اللي هي بالاختام دي ويقول لك انا عندي، لا عشان كده انا بقول لك يمسك الختم في ايده ويصوره زي ما انا صورته لك كده. انا ما بطلعش، ما بصورش نفسي، بس انا صورت نفسي بالختم عشان اوري لك ازاي لازم تطلع بالختم كده، عشان يوري لك ازاي. انا اول مره اعلن، انا ما كنتش عايز اعلن، بس من كتر ما بشوف ناس بتقول عندها حمام استيراد عرفتكم بقى ان الحمام الاستيراد ومش هنقوله. ده مش فيديو بيع يا جماعه، عشان ما حدش يقول انا عايز من الحمام ده، لسه ما عندناش حاجه للبيع، خلاص ما حدش يطلب من ده حاجه للبيع. ما يجيش واحد يصور لك الحمام حتى وهو مصور نفسه بالختم ويعطيك زغاليل من اللي هي العظمه باينه، تبقى انت كده عرفت، هتشوف الزغاليل هتعرفها على طول، حتى لو ما وركش الختم، حتى لو شفت الختم شوف الزغاليل وشوف عضله الصدر موجوده، عضله العظمه لا ما تشتري، يبقى مش استيراد. العظمه مختفيه او مسويه حتى، يعني اللحم هو اللي بارز، خلاص صدر عريض والعظمه واللحم بارز، اللحم بارز والصدر عريض، اشتري تعرف ان ده الحمام الاستيراد. وعلى فكره الاسعار هتكون غاليه جدا. ازاي؟ يعني مثلا اللي اشترى ده الحمام المصري بتاعنا، تمام؟ بيتباع دلوقتي ب 700، بيتباع ب 800 الاصل. طبعا كلنا عرفنا دلوقتي الزغاليل بكام، لما يكون ده بيبيع زغاليله ب 350 وفي ناس بتبيع ب 400، في ناس بتبيع ب 300. اذا يعني سعر الزغاليل بنص سعر الحمام. طيب لما يكون شاري قص حمام ب 20,000 او اكتر من 20,000، ده خلي بالك انا لما قلت لك 100 دينار في ناس قالت 120 وفي ناس بتبيع اكتر كمان. يعني في الكويت في اسعار مش كل الناس بتبيع زي بعضها. اللي انا سالته سمح ب 100 دينار عشان خاطري، خليه شاري ب 100 دينار. لو حسبنا هتلاقي القص هيكلف 20,000 اكتر من 20,000، وده يعني هتلاقي اقل سعر تقدر تجيبه دلوقتي.
ده هيبيع لك جوز الزغيل من انتاجه بكام؟ اذا كان الحمام المصري العادي بيبيع بنص السعر، تخيلها انت بقى كده مع نفسك عشان تعرف. ما يجيش واحد يقول لك ان هو هيعطيك جوز الزغيل ب 500، هيعطيك جوز الزغيل ب 700، وطبعا انت هتقول كتير وغالي وهتصدق ان هو حمام الاستيراد، وهو فعلا ما يعرفش حاجه عن الاستيراد. لان لو هو شاري ودافع 20,000 او اكتر من 20,000 مش هيبيع لك من الاستيراد من اساسه. خلاص كده يبقى احنا وصلتنا الفكره، الا اذا كان بمبالغ يعني. وطبعا هيكون اوفر لك من ان انت برضه هتجيب من الكويت او هتجيب من فرنسا زي ما الناس متخيله. مش هتعرف تجيب من فرنسا يعني. طبعا شراء الحمام برضه من بره مغامره. يعني انت ممكن وانت بتستورد الحمام الحمام يتعب في الشحن. الناس اللي جابت حمام من بره قبل كده عارفه الموضوع ده، فالحمام بيجي مرهق وتعبان، فلازم برضه تفوقه. فهي الموضوع مغامره، وانت بتدفع فلوس كتير وانت ونصيبك في النهايه. وربنا يرزقنا جميعا. انا اتمنى ان الناس تجيب يعني. عشان كده بقول لك الشحن فتح او هيفتح من شهر 6، يعني خلاص قربنا اهوت. من بدايه شهر 6 2/6 لحد شهر 9، مده طويله. كان بيفتح شهر، بسم الله ما شاء الله. السنه دي هيفتح مده طويله يعني. الجرعان امهاته. حد هيقول لي يا عم مصطفى هي في الاول في الاخر حمام الذبيح. طبعا انا اتفق معاك ان هي حمام الذبيح، لكن الموضوع اكبر من كده. لازم تفهم الموضوع ماشي ازاي. في حاجه عارفينها بتوع الكتاكيت او بتوع الدواجن، الفراخ البيضاء يعني. بدايه لما بيجوا يشتروا سلاله الكتاكيت دي من بره، بيشتري الكتكوت بالافات. كتكوت بألفات. ليه؟ بيتسمى الجد. الجد ده عشان ينتج بعد كده سلالات. يعني هو بياخد الجدود دي ينتج منها سلالات وسلالات وسلالات بتتكاثر، جيل اول جيل تاني جيل تالت وهكذا، لحد ما يعمل سلاله وبتنتشر. لما السلاله تنتشر يبدا يخرج منها للمزارع. فعشان كده بيتسمى الاهالي اللي هي جايه بختم الشركه دي بتتسمى الجدود. تمام. اللي هو بختم الشركه ده اسمه ايه؟ الجدود. بيجي بعده اللي هو بالدبل ده او بدبلي مثلا من انتاجه ده بنسميه الجيل الاول. اما بينتج عندنا تاني اللي هو طلع عندنا ده بيتسمى جيل تاني، وهكذا جيل تالت جيل رابع وهكذا. طبعا زي ما قلت لك كل ما بتقرب من الجيل الاول فتكون دي الميزه. هي دي جايه الحمامه دي عشان تعمل اجيال، مش عشان ان انت تاخد من ولادها على طول تذبح. لا، اما نبقى نعمل منها اجيال وتنتشر نبقى نذبح منها. لان بصراحه اللحم اللي عندنا كله في مصر ما فيش فيه نفس الميزه دي. وحتى ممكن تجيب من بره كمان ما يكونش فيه الميزه دي، الا اذا انت كنت متاكد ان هو ابن ولاد الحمام بختم الشركه الفرنسيه. هو ده الوحيد اللي فيه الجينات اللي هي بتاعت عضله الصدر البارزه. العظمه اللي هنا مش هتلاقيها باينه. ارجو اني اكون قدرت اوصل لك الفكره يعني ايه حمام استيراد، وعشان ما يتنصبش عليك تكون عرفت الموضوع ماشي ازاي. كل الموضوع كده خلاص انت قربت تفهم الموضوع. او لو انت شايفنا لسه جديد، الناس اللي معانا من زمان فهمت القصه ماشيه ازاي. الناس اللي لسه جديده حاول تتابعنا الفتره الجايه باكبر قدر. بقى عندنا الحمامه هنشرح برضو فروقات ما بين ده وما بين ده. وتابعنا، كل ما هتتابعنا في الفتره الجايه هتعرف تلم بالموضوع اكتر. يعني مش من اول فيديو كده هتعرف الموضوع. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.